في اخر قصه تاعي. انا كان عندي كيس وبعدها جاني اوكيتيف وبعدها انترديكسيون ويكوتيف. واخر اوكيتيف لما مشيت للسيمات قالوا لي انت عندك النقطه هذه، واحد النقطه اللي كاتب عليها كاتبها البروفيكتور، قال لي انت ما عندكش ورقه، لان اخر دوسي درسوا دفعتوا الاوراق كان فاميليان. قال لي انت ما عندكش الحق تتجوز فرنساويه، لانك ديجا انت عندك دوسي ديجا عارفينك انك انت متجوز وعندك عائله في ليبيا واولاد. وهذا الشيء صحيح؟ هذا الشيء صحيح. صحيح مي انا جبت ورق طلاق دابا. لا اسمح لي، دروك انت وين كي درت يعني الخطوات الاولى واللي هو الزواج، جو بونس درت زواج، عملت يعني تسويه الوضعيه، طلب تسويه الوضعيه عن طريق الزواج. انا نقول لك باختصار من اللي بديت من اول دوسي وشنو طرحت لاخر دوسي. اول دوسي درتو دومون دازيل وريفيز، لان انا اصلا من ناسيوناليتي ماروكان، مي عشت في ليبيا قديم، ولما طلعنا من ليبيا وهربنا من الحرب وصلنا للطاليان عن طريق البحر، انا وامي والعائله وكاملين وكل شيء. طلعت لنا بعدين ظروف وكذا، المهم باش طلعنا على البحر وصلنا لشيشيليا ايطاليان، دخلنا لفرنسا، قدمنا طلب اللجوء كل واحد وداروا ليه الدوسي تاعو بوحده. ما علينا. هذا تسمى اول رفض. ثاني رفض لما جا رفض طلب اللجوء، انا كنت في هذيك الوقت اللي باقي عندي الريسيبيسي ديال دوموند لازيل فاليدي، لقيت كونترا ديال الخدمه ولقيت خدمه وخدمت. ديكلاري. بعدها داروا لي نورمالمون كونترا سي دي دي، وكان غيدير لي الباترون كونترا سي دي اي، مي قال خاصك يجيك الريسيبيسي جديد. صح. لان شنو داروا لي الكونترا على قد لا دات ديال البيريمي ديال مون ريسيبيسي. على حساب لا فاليديتي تاع ريسيبيسي. اسكو عملوا لك اون اوتوريزاسيون دو ترافاي وانت كنت بوندون لا دوموند دازيل ولا ديغون لا ديوري لا دوموند دازيل، ولا ما عملوش اوتوريزاسيون دو ترافاي، ولا مشيت هكا وصافي؟ نو انا مشيت ليه شحال ليا وانا نجري، وما كنتش يعني قدرت نخدم ديريكت، لان شنو اول ما ديت لي قبل الريسيبيسي الاول اللي كان عندي تاع دوموند دازيل فيه 9 موا، قال لي جو بو با يعني ندير لك كونطرا بهذه، خاصك الريسيبيسي الثالث نقدر نديرو القانون يقدر نسمح بيا، يعني بعد 9 شهور اي واحد طالب لجوء بعد 9 شهور او بعد الريسيبيسي الثالث عنده الحق يقدر يخدم ويدير كونترا ترافاي. داكور صح، معليش. مي حاله خاصه اكسبسيونيل، يعني شنو خاص يلقى الباترون اللي يجري عليه ويقدم يعني الثبوتات، ما يلزم انه هو يعني باش يعطيوه الموافقه ان الانسان هذا ما لقاش، هو قدم هو في بالكون بلوى وكل شيء ما لقاش. سي لا دوموند، سي لا ديمارش لا دوموند دوتوريزاسيون دو طلب رخصه عام، صح ماشي مشكل. فوالا جات سميتو داكور سميتو لا ديريكت. اي لا ديريكت، انا عملوها عن لا ديريكت. داكور. الرفض الثاني ودابا انا اللي سمعت دابا حتى لا ديريكت ولا دابا كلشي لا ديريكت في البروفيكتور، ولا يعني كتجي عن طريق البروفيكتور. نعم اخي، ليش القانون الجديد هذا بدلت هي، قبل كانت مع ديريكت تجي ديريكت، هذا سميت المكتب تاع الموافقه تاع العمل، مي بعد 6 شهور 3 شهور حتى 4 شهور، يعني شنو ماكسيموم 6 شهور كتجي الموافقه عليها، وتجي لا في فافورابل من عند ديريكت، ومن عند ديريكت توجد الملف تاعكم تتبعوا كل هذا الشيء اللي طرا ديك الوقت. انا قبل ما يتبدل القانون دابا وتولي مع البروفيكتور جاتني موافقه وخدمت كانت باقا لي شهرين في الريسيبيسي ديك الوقت تاع دوموند لازيل، خدمت فيه شهرين ديكلاري بوشري، مو جو ترافاي بوشري. داكور. نروحوا نمشوا للرفض، الرفض اوكتيف الى انترديكسيون في الحاله الثالثه. مشاهد داكور. انا بغا نكمل لك دابا باختصار من هذا الرفض تاع سميتو تاع دوموند لازيل. درت الركور، انا جاني كيت درت الركور،
عطلوا عليا. من بعد الركور على اساس شنو درتو على اساس اني حصلت كونترا طرافاي وكذا. جاني الرفض الثاني بعدها ديريكت معها او بي تي اف، قال لي لا انت السبب، قال لك انت ما عندكش الحق انك حتى لو حصلتي كونترا سي دي اي انك تشتغل قانوني، لانك شنو انت جاي سي با اوتوريزي، جاي حارق. زيد. اوكي، درت بعدها الركور ثاني، الركور اللي هو الثالث على اساس دوسي فاميليان. كيما انا دابا متعلق عايش يعني مع وحده فرنسويه، وانا نورمالمون ديجا قارع عليها فاتحه يعني سميتو يعني مع بعضياتنا، يعني ما فيش وراق ولا حاجه. ولكن شنو كيما انا دابا عايش دابا مع وحده فرنسويه وهي يعني ام حالتها خاصه وكذا. ومهم يعني على اساس بان نديروا جواز، نديروا كذا ولا باكس ولا نابورت. قالوا لا، قال لي لا ما عندكش الحق، لانك انت اصلا ديجا عندك عائله في ليبيا، وعارفين ان عندك عائله، انت بلغت ان عندك عائله واولاد في ليبيا، ما عندكش ما يثبت انك مطلق. داكور معليش سي لا بوليغامي صح. زين. اي لا بوليغامي سي تعدد الزوجات. انا ما على باليش كيفاش فوالا. تفكر وتقول بلي انا من المتتبعين القدامى تاعك، وانسان متزوج ديجا عنده زوجه وعنده اولاد بشهاده الميلاد تاعو تكون متزوج، ايا ويروح يعمل كونكيبيناج ولا يعمل باكس ولا يعمل امارياج افيك اون اوتر فام، سي انتردي اون فرانس parmi les conditions. على بالي خويا كلامك صحيح، على بالي بالكلام هذا. مي انا شنو صار لي ظروف خاصه باش طحت فيه باش طحت فيه السيرتيفيكا ديال الطلاق. تو طلقني حتى دابا هنا في فرنسا سيرتيفيكا ايكالي بالكاشيه تاع من الدوله تاع ليبيا وكل شيء. راك عارف انت الوضع في ليبيا شنو طاري فيها من حرب ومن مشاكل ماشي واضحه بحال المغرب ولا الجزائر ولا تونس، يعني يقدر حد يجيبها لك نورمال ولا كذا. صح زيد هيا. ومن بعد واش قسما بالله كلفتني قريب 800 اورو باش جاتني، باش كلفت محامي في ليبيا باش دارها، باش جابها قانونيه. قال لي معاه حتى الكاشي ديال سميتو وزاره الخارجيه تاع ليبيا، تاع القنصلات والامور هذه. داك صح. وضروك السؤال تاعك ولا الوضع تاعك ولا واش حبيت تسال؟ دابا انا نورمالمون غادي خاصني نترجم ورقه الطلاق تاعو هذه كما قالوا لي سيماد. معليش وسولت بزاف محامين قالوا لي عندك النقطه هذه، لكن شنو خاصك تثبت انك انت قاعد ساكن مع وحده ولا هذه اللي كنت عايش معها ولا كذا، راكم باقيين على علاقه باش دير الباكس. صح الباكس اخي كريم. دوك الباكس انت كي تعمل باكس وعندك لو باركور تاعك ديجا، راك عندك الورقه تاعك محروقه، راك ماش رايحين يعطوها لك اوتوماتيكمون، ما يعطوش تسويه الوضعيه. دروك انت الا كان حبيت تقدم من الناحيه الاداريه وعندك اختيار واحد فقط، هذا ليس بكلام مجرد كلام ولا راي، وانما الاتجاه الصحيح نحو تسويه الوضعيه. هذه الزوجه اللي راك معاها وراك يعني راك عايش معاها صافي ديال لونطون، وراه بيناتكم علاقه وراكم يعني كي نقولوا علاقه صديق وماشي علاقه مصلحه. الحل الوحيد هو انجاب ولد للحصول على تسويه الوضعيه، لان مهما مشيت وعملت نوفيل دوموند ما عندكش دخول شرعي. وبالباكس الباكس سي با سير، وقبل الباكس راه عندك صافي ديجا عندك دو روفي ولا تروا روفي، وعندك لي زوبتياف وعندك لي رومارك لي زوبسارفاسيون من عند لا بريفيكتير. هذا هو الحل تاعك هو الاوحد. بالنسبه للوثائق تاعك الاداريه المستخرجه من ليبيا، الاداره الليبيه اللي هو الطلاق يمكنك الذهاب عند مترجم محلف، يعني ان تراديكتور اسافونتي يترجم لك الامور تاعك، يدير لك لا تراديكسيون ان فرونسي، وتسوي الوضعيه، ماشي تسوي الوضعيه تاعك، وتتقدم في الخطوات الاداريه تاعك. يعني تنصحني نورمالمون دابا اول خطوه، يعني ما انا طاري لي حتى مشاكل معها خويا علي، فهمتني؟ يعني انا راه مانيش محول عليها 100%. دابا اشنو طرات مشاكل ما بقيتش معاها في الدار، فهمتني؟
صح. خلاص دروك انت، دروك السؤال، اعطيني السؤال تاعك، دروك السؤال. دابا انا السؤال من غيرها هي، انا دابا عندي اثبات اكثر من 5 سنين في فرنسا، ايوا عندك واش اثبات. نقدر عندك شوف اخويا، جميع الطرق تاع التسويه راهم كاع واضحين وضوح الشمس. الحاله هذه راك طالب اللجوء ديجا سي بون، ريفيزيو لك اموراتك، عطاوك كي تكملت معاهم، عاودت خدمت، تحصلت على عقد عمل، السلام عليكم انتهى لك الريسيبيسي. من بعدها مشيت درت طلب عن طريق لا في بريفي فاميليال اللي هو باس ولا كونكوبيناج، راك عايش مع وحده فرنسيه، السلام عليكم عطاو لك رافض وزادوك اياتيه. بعد مرور 5 سنوات او 6 سنوات او 7 سنوات او 8 سنوات، اين الحل؟ ماش الحل؟ الحل يتم عن طريق العمل، الحل يتم عن طريق الزواج، الحل يتم عن طريق امور واضحه، ماشي امور تاع اقامه 5 سنوات وبعد الناس راهي عايشه 10 سنين 20 سنه في الاراضي الفرنسيه وما عنده حتى تقدم وما عنده حتى ما يقدم حتى حاجه لفرنسا. كيفاش راهي باغي فرنسا تقدم له اموراته؟ وانا عندي واحد النقطة خويا علي، انا ديجا مقيم في ليبيا، عندي ما يجوز ان خديت ناسيوناليتي ليبيا مي ما قلتهاش ليهم، خفت انا في الاول. معليش باش تعاود تطلب اللجوء ولا دروك تبان لي باللي ليبيا راهي مستقره من ناحيه الامن. لا ما مستقراش، لكن لو في حال نقدر ندير طلب اعادة طلب لجوء، واش نقدر مثلا؟ وإعادة طلب اللجوء تقدر دير ودير لوفيرتور دو دوسيي ا كونديسيون يكونوا عندك دي نوفو اليمون، يكون عندك عناصر جديده تزيدها في الملف تاعك، ما كاين حتى مشكل وتزيد في الخدمه الاخرى. عندي اللي ما يجوز بس اني خديت الجنسية الليبية، غير شنو انا في الاول ما قلتهاش لهم، قلت لهم احنا مغاربة وعايشين في ليبيا وكذا. اخي الكريم بلا نطولوا نختصروا شويه. تمام بارك الله فيك. اذا حبيت تعاود تبروشيدي لي ديمارش ودير لا دوموند دازيل، يعني ماشي دير دوموند دازيل، تعاود تفتح الملف الاول تعاود دير له لا ريوفيرتير. تمام لازم يكونوا عندك دي نيفو اليمون تتكل على الله، عناصر جديده وتتكل على الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك خويا علي، وسامح لي خويا. بارك الله فيك. وان شاء الله يعني ان شاء الله حتى الناس تستافد من هذه القصه. انا راه كما قلت انت عارف كدير لايف باش الناس تستافد وكذا، انا قصتي طويله وكذا، وان شاء الله الناس ان شاء الله عرفوا بزاف حوايج يعني. المهم بارك الله فيك خويا، وشكرا على محاولاتك. الله يسهل امورك. السلام عليكم. شكرا خويا. السلام عليكم.